الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمي هذا البلد، ونحن كمؤمنين، نحن كأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن نعقل، لابد أن لا ننساق وراء كل ما يحاول أن يدمر مصر. نحاول أن نضرب بيد من حديد بكل ما يحاول أن يرتشي ويصرف. ماذا فعلوا أصحاب المليارات؟ الآن قد يتمتعون في الدنيا، ولكن ماذا تقول لله عز وجل؟ فأنت ستسأل عن هذا الرزق فيما اكتسبته وفيما أنفقته. أتقول له إني أطعمت أولادي من حرام، أطعمت زوجتي من حرام، وتدعو الله عز وجل وتريد أن يستجيب الدعاء؟ لا والله، من كان منبته من حرام ورزقه من حرام فأنى يستجاب له؟ لا يقبل الله دعواته. فلا بد أن نتقي الله عز وجل وأن نتحرى الحلال. دائما ما ندعو الله عز وجل: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك.